السلام عليكم. لسه مكملين مع السلوكيات التوكسيك اللي الاب والام ممكن يكونوا بيعملوها مع اولادهم. السلوك السادس التوكسيك اللي الاب والام ممكن يكونوا بيعملوه هو النقد المستمر. الحقيقه النقد المستمر من الاب والام بيبقى هدفه ان هم يطلعوا احسن نسخه من ولادهم ويخلوهم يحاولوا يعملوا احسن ما عندهم ويبقوا احسن ما يكون، ولكن النقد يعني ما بيعملش اللي الاب والام عايزينه في الحقيقه، حتى ولو على الظاهر ده اللي بان، لكن من جوه الولاد ده بيقطع فيهم ويكسر فيهم جدا وبيهز ثقتهم بنفسهم وبيحسسهم احساس قاطع ان هم مهما عملوا هم مش كويسين وان هم ما يستاهلوش وانهم عمرهم ما هيقدروا يعملوا اي حاجه صح. الحقيقه تاثير النقد على الولاد بيفضل معاهم طول عمرهم وبيأثر عليهم طول الوقت، وبيفضل عندهم نفس الاحاسيس اللي اتكونت عندهم وهم صغيرين في تعاملاتهم مع الناس وفي تعاملاتهم مع الكوميونيتيز والمجالات المختلفه اللي هم بيتعاملوا فيها. السلوك التوكسيك السابع هو الاب والام اللي عاملين زي الطياره الهليكوبتر. يعني ايه؟ يعني طول الوقت رايحين كل ما اولادهم يتحطوا في اي موقف تلاقي الهليكوبتر بتاعت الاب والام نزلت جنبهم حلت لهم الموضوع وظبط كل حاجه، والهليكوبتر تمشي بعد كده، وبعدين الولاد يتحطوا في موقف تاني تلاقي الهليكوبتر بتاعت الاب والام نزلت راحت على طول حل لهم المشكله ومظبطاها وعاملين كل حاجه، وما بتديش للطفل او للولاد بشكل عام ان هم يتعاملوا من نفسهم او يلاقوا اي طريقه يحلوا بيها مشاكلهم بنفسهم. الطريقه دي بتاذي الولاد. ليه؟ لان الاسلوب بتاع الاب والام الهليكوبتر ده ما بيديش اي فرصه ولا سبيس للطفل او للولاد ان هم يتصرفوا بطبيعتهم او يلاقوا طريقه ويفكروا ويشغلوا دماغهم ازاي يحلوا المشاكل اللي بيتحطوا فيها او المواقف اللي بيتحطوا فيها. تاني حاجه ده بيأثر عليهم لان هو بيعمل لهم من جواهم قلق من عدم وجود الاب والام ومن عدم وجود حد هيجي ينقذهم دايما، وبالتالي لما بيكبروا بيتأثروا بالموضوع ده لان هم ما بيعرفوش يتصرفوا في المواقف بعد كده لما بيكبروا من نفسهم، يبقوا دايما محتاجين انه حد يجي ينقذهم وبيكونوا معتمدين على غيرهم بشكل كبير وما بيعرفوش يعتمدوا على نفسهم بالشكل اللي المفروض ان هم يكونوا عليه. طيب في سلوكيات تانية توكسيك الاب والام بيعملوها؟ ايوه الحقيقه لسه في سلوكيات تانية اعرفوها في الفيديو الجاي.